السلعوة. أكيد سمعت الاسم ده وانت صغير، وتحديدا في قرى الصعيد. كانت الناس بتخاف زمان من كائن كانوا بيسموه السلعوة. هو كائن غريب، لا هو كلب ولا ضبع ولا حتى ذئب. بيظهر في نص الليل ويهاجم بسرعة ويختفي من غير أي أثر، وكل مرة يظهر حد بيموت أو على الأقل يتجرح منه. عيونه بتلمع في الضلمة، وجسمه نحيف وسريع، وصوته خليط بين نباح وعواء مرعب. والأغرب إنه بيظهر في أطراف القرى، جنب المقابر أو حوالين الجبال. بعض العلماء قالوا دي مجرد ذئاب هجينة أو كلاب برية عندها جرب، لكن الأهالي عندهم رأي تاني على إنها السلعوة. أول ذكر معروف لكلمة السلعوة كان سنة 1954 بعد حوادث هجوم غامضة في قرى مصرية، لكن أكبر موجة رعب حصلت في التسعينات، وبالذات في صعيد مصر. قرى كاملة اتكلمت عن ظهورها، وانتشرت إشاعات إنها بتهاجم حتى البشر وتختفي من غير أثر. أشهر حادثة وثقتها الصحف سنة 1996، جريدة الجمهورية نشرت تقرير عن سلعوة في قرية بالمنيا. قالوا إنها قتلت طفل وعضت 4 ستات. الأهالي طردوها بالمشاعل، وقالوا إنها بتجري بسرعة خارقة، والأثر بتاعها ما كانش معروف لا ضبع ولا كلب. وبعدها حصلت حملة تطهير من الطب البيطري، لكن محدش قدر يحدد الكائن بدقة. ومن هنا اتكرست الأسطورة أكتاح. مصادر ظهرت فيها السلعوة: جريدة الجمهورية 1996 كتبت عن ظهورها في المنيا، وذكرت إصابات وضجة كبيرة. تقارير محلية في الفيوم، بني سويف، أسيوط، ناس وثقوا ظهورها بصور، لكنها دايما مشوشة أو غير واضحة. ظاهرة النفسية اللي بتشرح السلعوة اسمها الهستيريا الجماعية، ماس هيستيريا. لما يحصل خوف جماعي من حاجة غير مثبتة، يبدأ الناس يفسروا أي صوت أو شكل غريب على إنه الشيء المرعب المنتشر، زي اللي حصل في أمريكا زمان مع البيج فوت، أو في الهند مع الشيطان القافز، أو حتى مع النداهة في الريف المصري. احتمالات أكتر منطقية للموضوع: كلب بري مصاب بالجرب، شكله مشوه وجسمه باين وبيتصرف بعدوانية. ذئب جائع دخل للقرى وهاجم مواشي أو بشر بسبب الجوع. هجين بين كلب وذئب، شكله غريب وسلوكه متوحش. كلب ضال عنده تشوهات خلقية أو مرض نادر خلى شكله غير مألوف. أو ممكن خرافة قديمة اتنقلت من جيل لجيل واتزرعت في وعي الناس مع كل حادثة هجوم. ليه مفيش إثبات علمي واضح ليها؟ مفيش جثة واحدة تم فحصها رسمياً وطلع اسمها سلعوة. الناس دايماً بيشوفوها في الليل أو بالصدفة. مفيش صورة واحدة واضحة تماماً. كل التقارير بتوصف شكل غريب لكن غير موحدة. السلعوة كاسم أسطورة شعبية مصرية، لكن الكائن اللي الناس شافته على الأغلب حيوان حقيقي، لكنه مش معروف تفسيره، هل هو من الجن أو طبيعته إيه؟ المهم قولي إيه اللي يمنعك تربي سلعوة عندك في البيت؟ وما تنساش تشترك في القناة وتشير الفيديو، وقول لنا في الكومنتات هل صدفت مرة وشفت السلعوة في غيط أو مكان معين؟